قلعة حلب بتبين إنها واضحة جدا من برا، بس أول ما تفوت لجواتها تكتشف إنها مو بهالبساطة أبدا. هلأ فايتين على قلعة حلب الجميلة يلي هي واحدة من أقدم قلاع العالم وأجملها. الدخول بيبدأ من هالجسر الحجري الطويل. هالتصميم كان مقصود لحتى يبطئ أي هجوم ويخلي الدخول أصعب. هالقلعة اللي موجودة بنص مدينة حلب ومبنية على تل عالي، وهالشي كان بيعطيها أهمية كبيرة. فوق بتشوف كيف كل شي حواليها مكشوف، السبب يلي خلاها موقع دفاع قوي عبر التاريخ. حتى المدخل نفسه مو مجرد باب كبير، في ممرات ملتوية وكل خطوة بتحس إنك عم تفوت أعمق جوا القلعة. جوات القلعة المكان أكبر بكتير مما توقعت، في آثار لجوامع، غرف، ساحات وأبنية. القلعة كان فيها حياة كاملة. جمال المكان هون في قلعة حلب يعني بحس حاله الواحد إنه بمكان قديم وله تاريخ عميق. هالقلعة مرت عليها حضارات كتير، بس الشكل اللي بنشوفه اليوم بيرجع بشكل كبير للعهد الأيوبي، وخاصة بفترة صلاح الدين. تم تطوير هالقلعة وصارت بهالشكل القوي. وصلت للقلعة لفوق وشفت حلب كلها من هون. المنظر من فوق من قلعة حلب يلي بيطل على كل حلب منظر جميل جدا، يعني الواحد يوصل لهون بياخذ نفس وبشوف المنظر الجميل. وهون فهمت فعلا ليش اختاروا هالمكان، لأنه بيعطيك رؤية كاملة لكل شي حواليك. شعبنا من كثر ما انه طيب جايين الاجانب الصينيين عم يتفرجوا على قلعة حلب والمتاحف اللي عندنا. شو قلت لي؟ شيشة شنق. قلعة حلب دائما طبعا ترحب بالضيوف من أي مقهى كانوا. في عندنا الجامع الأيوبي الكبير في المئذنة، إضافة إلى المجمع الملكي الذي فيه واجهة القصر الملكي، ومن خلفه إباحة الاستجمام والحمام الملكي ومستودع الأسلحة الزربثانة، ثم كتلة قصر الخدم، قصر طواشي ملحق به القصر الملكي. يعني لما تمشي بهالمكان بتحس حالك فعلا رجعت مئات السنين لورا، كأنه في ناس كانت عايشة هون، عم تتحرك، عم تشتغل، عم تحكي، وعم تعيش حياتها اليومية بتفاصيلها كلها. الساحات كانت تستخدم للتجمعات والاحتفالات، والأبراج مو بس للمنظر، كانت نقاط مراقبة أساسية يوقف فيها الجنود ويشوفوا أي حركة جاي من بعيد. والشي الملفت كمان إنه القلعة ما كانت بس مكان للحروب والدفاع، لا، كانت مدينة صغيرة متكاملة، فيها مساجد، فيها قصور وحمامات وأماكن للراحة والاستجمام. يعني تخيل قديش كانت الحياة منظمة ومتكاملة بهديك الفترة. وإذا بنحكي شوي عن التاريخ، قلعة حلب مر عليها حضارات كتير، من الرومان للبيزنطيين وبعدين الأيوبيين والمماليك، وكل فترة تركت بصمتها بهالمكان. بس أقوى تطوير صار بالعهد الأيوبي، خصوصاً بزمن الظاهر غازي. الظاهر غازي ما بس حصن القلعة، هو فعلياً حولها لتحفة معمارية ودفاعية بنفس الوقت. التصميم يلي عم نشوفه اليوم بيعكس قديش كان في تفكير استراتيجي عالي بهداك الزمن. هون كمان في نقطة كتير مهمة، إنه رغم كل هالحروب يلي مرت على حلب من قديم الزمان لحتى وقتنا الحالي، ورغم الزلازل والأضرار، القلعة ظلت واقفة. وهالشي بيعطيها معنى أكبر من مجرد موقع أثر، بتصير رمز للصمود، إنه هالمدينة مهما تعبت ترجع وبتوقف من جديد. يا عنوان الرجولة، يا عنوان الرجولة، القصة كلها وما فيها، يا ضياء رح بحكيها، القصة كلها وما فيها، يا عالم رح بحكيها. بدي خبر كل الناس، بدي خبر كل الناس، سوريا الله حاميها، سوريا الله حاميها، سوريا الله حاميها.
أنا من الشام. الله حيك حي الشام. لك الله يسعدك يا رب. لقيت العم أبو عبدو وقال لي لازم نضيفك قهوة. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عيون الشام واهل الشام يا بي. الله حياك. هاي سمان اذان حلب مقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زكريا. هلا داخلين إلى داخل المسجد الأموي أو المسجد الكبير في حلب. شوف كيف صار من الداخل. وبقلب حلب القديمة في مكان تاني مرق عليه أكثر من 1000 سنة من التاريخ. مكان شاف ملوك، حروب ودمار، ورجع وقف من جديد. أنا اليوم داخل الجامع الأموي في حلب، أو مثل ما أهل حلب بسموه الجامع الكبير. بس القصة هون مو بس مسجد، القصة أكبر بكتير. هذا المكان بيرجع للقرن الثامن الميلادي، لما أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك ببنائه. بنفس الفترة يلي انبنى فيها الجامع الأموي في دمشق، وكان الهدف مو بس مكان للصلاة، كان رمز للقوة وهيبة الدولة الإسلامية بهداك. نور الدين زنكي ونور الدين محمود بن عماد الدين زنكي أمر بإنشاء منبرين من الخشب، أحدهما للجامع الأموي في حلب والآخر للمسجد الأقصى، لأنه كان مصمم على تحريره، فما لم يتح له الفرصة، والمنبر اللي كان موجود بالجامع الأموي صابه حريق. فوضع منبر آخر يعود للعصر المملوكي في القرن ال14 ميلادي، اللي حمي وحفظ أثناء فترة الثورة، وحاليا أعيد في موقعه. يعني هذا المحراب يلي قدامنا انحمى من قبل الأشخاص يلي قدروا قيمته، الثوار كانوا موجودين بحلب القديمة، وشالوه من هون وأخذوه لأماكن تانية بريف حلب أو على حدود تركيا. القديمة وأخذوه تماما. ووقت التحرير رجع لمكانه لحتى ما ينسرق بالوقت يلي كان فيه الطاغية وحكم الطاغية. فهذا الآثار أو اللي إلها قيمة كبيرة قدروا الحمد لله يحافظوا عليها وترجع لمكانها ويرجع للمكان المناسب وما ينسرق أو ينحرق مثل ما صار بكتير آثار وكتير أشياء لها قيمة لا تقدر بثمن. والأرض يلي انبنى عليها المسجد نفسها كانت مليانة تاريخ. يعني المكان حرفياً طبقات فوق طبقات من الحضارات. وأنا عم بمشي بهالمسجد حاسس بالعظمة، الحجر القديم، الأقواس، المساحات الواسعة، وكل زاوية هون بتحكي قصة. وكان في معلم مشهور جداً بهالجامع، المأذنة السلجوقية يلي انبنت بالقرن ال11، وكانت تعتبر من أجمل المآذن بالعالم الإسلامي. بس للأسف انهدمت خلال الحرب في سوريا، واليوم عم تنبنى من جديد، وكأنه المكان عم يحاول يرجع نفسه بنفسه. بس وأنا عم بمشي هون لفت انتباهي شي غريب، شي ممكن ناس كتير تمرق من جنبه وما تعطيه أهمية، بس بالحقيقة هالشي من أذكى الأشياء. هلأ عم نشوف هون الساعة الشمسية بباحة أو في وسط الجامع الكبير أو ما يسموه بالجامع الأموي في حلب. شوفوا التفاصيل. هالساعة هي اللي قدامي هي ساعة شمسية بس بدون كهرباء، بدون بطارية. الشمس نفسها هي اللي بتحدد الوقت. شوفوا الخطوط المنقوشة، كل خط بيمثل ساعة معنية، ولما تتحرك الشمس الظل بيتحرك معها وبيعطي الوقت بدقة مدهشة. تخيلوا انه من مئات السنين الناس كانت تعتمد على الشمس لتعرف الوقت بهالبساطة وبهالذكاء بنفس الوقت. ولو رجعنا بالزمن ممكن نتخيل شخصيات كبيرة كانت تمشي بهالساحة، مثل نور الدين زنكي أو صلاح الدين الأيوبي. المكان ما كان للصلاة بس، كان مركز حياة، مركز علم، سياسة وقرارات مهمة.
كل حجر هون ممكن يكون شاهد على لحظة غيرت التاريخ. وبالعصر الحديث هذا المكان ما سلم من الحرب، تضرر بشكل كبير وانهدمت أجزاء منه. بس القصة الحقيقية مو الدمار، القصة إنه الحياة رجعت، واليوم الناس رجعت تصلي هون. كأنه المكان عم يقول ممكن ننأذى بس ما ممكن ننتهي. وأنا عم بمشي هون كان عندي إحساس غريب لما حاول أتخيل كيف كان شكل المكان قبل مئات السنين، كيف كان صوت الناس، إحساس فيه حزن بس بنفس الوقت فيه فخر إنه هذا المكان لسه واقف. هذا كان الجامع الأموي في حلب، قلعة حلب العظيمة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدة هالفيديو، ولا تنسوا تخبروني بالتعليقات شو رأيكم بحلب الشهباء وتاريخها، ووين حابين نزور أماكن تانية. جولتي بحلب كانت من أجمل الجولات يلي عملتها، والرحلة بعدها مكملة. فلا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى نسافر سوا. شاركوا هالفيديو مع أصدقائكم اللي بيحبوا السفر. بتمنى لكم يوم جميل مثلكم. سلام.